هل سألت نفسك ليه الأغنياء والمليارديرات دايما بيقولوا إن أول مبلغ كبير هو الأصعب؟ شارلي مانجر كان بيتكلم عن أول 100,000 دولار باعتبارها المعركة الحقيقية، وفي واقعنا خلينا نطبق نفس الفكرة على أول 1,000,000 جنيه. لو عديته الباقي هيجي وانت مرتاح. النهاردة هقولك السر. تخيل إنك بتزق كرة تلج. في الأول انت بتبذل مجهود خرافي عشان بس تتحرك، لكن بمجرد ما توصل لحجم معين هي اللي بتشيلك. ليه؟ 1,000,000 جنيه هو الرقم السحري، لأن انت قبلها بتدفع بالعافية وبعدها العجلة بتلف لوحدها. أكبر غلطة الناس بتقع فيها استنزاف طاقتهم في انتظار الوقت المناسب. بيقولوا لما مرتبي يزيد هستثمر، ده بالظبط زي اللي بيقول هحط فحم في الدفاية لما تسخن وتطلع حرارة الأول. الخوف من المخاطرة هو السجن اللي حابس ملايين الناس. أصحابك هيقولولك الاستثمار خطر، بس الحقيقة إن الخطر الأكبر هو إنك ما تعملش حاجة وتفضل مكانك والتضخم ياكل مدخراتك. في مرحلة 1,000,000 جنيه الأولى أنت اللي بتعمل كل الشغل التقيل. أغلب الفلوس دي لازم تيجي من مجهودك الشخصي ومدخراتك، مش من الأرباح. ليه؟ لأن الفايدة المركبة لسه مش باينة. عارف ليه 5,000 جنيه ربح ممكن تحبطك؟ لو استثمرت 50,000 جنيه وجابوا 10% انت كسبت 5,000 جنيه. ده مبلغ ممكن تجيبه في كام يوم شغل إضافي. فبتحس إن الاستثمار ملوش لازمة. بس استنى شوف السحر بيحصل إمتى. لما محفظتك توصل 1,000,000 جنيه، نفس ال10% دي بتبقى 100,000 جنيه في السنة. دي بداية حقيقية لاستبدال راتبك. ولو وصلت ل5,000,000 جنيه، ال10% دي بتبقى نص مليون جنيه، مبلغ أكبر من مرتب سنوي لمعظم الناس. بمجرد ما توصل للمليون حماسك هيتغير تماما. هتبدأ تدور على طرق تزود بيها دخلك أكتر، لأنك شفت الفلوس وهي بتولد فلوس قدام عينك. مش هتستنى الفرصة، هتخلقها، لأنك فهمت إن الفلوس مش ورق، ده نظام بيشتغل 24 ساعة. هتبدأ تفكر مرتين قبل ما تدفع 500 جنيه في خروجة أكل. مش بخل، بس لأنك بقيت عارف إن 500 جنيه دي لو استثمرتها هتديك 50 جنيه أول سنة، و55 السنة اللي بعدها، و60 اللي بعدها. 1,000,000 جنيه مش مجرد رقم في البنك، دي رخصة حرية بتديك خيارات مستحيل ياخدها شخص عايش من الشهر للشهر. حرية إنك تقول لأ لشغل سام، حرية إنك تنام مرتاح. لو جاتلك فرصة شغل بمرتب عالي بس بعمولة وإنت ما عندكش مدخرات، هتخاف وتفضل في وظيفتك 10,000 جنيه. بس لو معاك 1,000,000 جنيه في البنك هتقدر تاخد المخاطرة وتحولها للثروة. الفلوس دي بتديك وسادة أمان، تخليك تفكر بعقلك مش بخوفك. حتى في العقارات، الفرصة اللي بتيجي مرة في العمر وبسعر لقطة مش هيعرف يقتنصها غير اللي معاه كاش جاهز. السيولة مش رفاهية، دي سلاح. بما ان المليون الأول بيعتمد على مدخراتك، يبقى لازم تركز على حاجتين: زود دخلك وقلل مصاريف غير الضرورية. الالتزام ده مؤقت لحد ما توصل للهدف. ابعد عن أقساط العربيات الغالية اللي ملهاش لازمة في مصر، ده أكبر فخ بيمنع الناس إنها توصل لأول مليون. لأنك بتحبس فلوسك في أصل بيخسر قيمته من أول ما تخرجه من المعرض. مع الوقت عادات الادخار والاستثمار هتبقى جزء من هويتك. هتتعلم إزاي تستغل دورات السوق في مصر وتستثمر بذكاء أكبر، لأنك ما بقتش خايف من الإفلاس. لو استثمار واحد منجحش، عندك نظام، عندك تنويع، وعندك خبرة. الخوف بيحل محله الثقة المدروسة. بعد 1,000,000 جنيه تقدر تشيل رجلك من على دواسة البنزين شوية، لأن الفايدة المركبة هي اللي هتقوم بالدور الأكبر في الوصول ل5,000,000 جنيه. انت مش هتقف، بس المجهود هيقل والعائد هيزيد. لكن خلي بالك، الوصول للمليون مش خط النهاية، ده مجرد نقطة التفتيش الأولى. كتير بيقفوا هنا وبيبدأوا يصرفوا الأرباح عشان يعيشوا حياة الرفاهية، بس الأذكياء بيعيدوا استثمارها عشان يوصلوا ل5,000,000 جنيه. ازاي تضمن انك ما تتعطلش؟ بإعادة التوازن الدورية. محفظتك محتاجة صيانة زي العربية بالظبط، كل 6 شهور راجع توزيعك، بيع اللي زاد عن حده واشتري اللي نزل. افتكر ان كل جنيه بتوفره النهاردة هو جندي بيشتغل عشانك بكرة ومش هيستسلم أبدا. الجنود دي بتتجمع، بتتدرب، وتبني جيش مالي يحميك ويكبر اللي معاك. مش سحر، ده انضباط. المشوار صعب في أوله ومحبط أحيانا، بس افتكر ان اللي بيبدأ النهاردة في مصر بكرة هيشكر نفسه. ما تستناش الكمال، ابدأ باللي عندك، راجع وعدل واستمر. استثمر بذكاء وابني نظامك.